اشتغالكم على الموضوع في عمق واكتفيتم بالمساحيق والمكياج وعدم منح الأهمية المطلوب للمشروع الملكي السامي والوطني والشعبي، وأن غياب الرؤية والخطة والاستراتيجية هو واقع وزارتكم. أنتم السيد الوزير لم تنتجوا قاضيا واحدا يبحث مع المتقاضين ويستنطقهم ويناقشهم بالأمازيغية رغم مرور 14 سنة على تاريخ دسترتها. لن تحرروا محضرا واحدا بالأمازيغية. أنتم السيد الوزير خارج التغطية الدستورية، لا تنظرون إلى الواقع ولا تستمعون إلى الشارع ولا تستوعبون أسماء الجغرافيا الأمازيغية. كل شيء حيا وجمادا يتكلمون بالأمازيغية إلا أنتم وقطاعكم في العدل لا زال يعتمد على المترجم. فهل نحن أجانب في وطننا وتحتاجون وسيطا لفهم لغتنا الأمازيغية السيد الوزير؟ وعن أي محاكمة عادلة تحدثنا السيد الوزير؟ هنا وتهي آيات نباض مراك نسوي التمازيغ 13 الحيط. أنتم أيضا سيدي الوزير لن تستطيعوا فهم ما نتحدث عنه القاضي في خلال الجلسة عندما يتحدث إلى